بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم يعني في الحلقة دي إن شاء الله برضو على موضوع الفوكس، بس بتفاصيل أكتر من اللي قلناها قبل كده. أي كاميرا عندنا وأي عدسة بيبقى المفروض فيها 2 مود من الفوكس. حاجة اسمها الأوتوماتيك فوكس، وطبعا من اسمها معناها إن الكاميرا هي اللي بتحدد النقاط بتاعة الفوكس، او هي اللي بتتحكم في عملية الفوكس. وفي المود التاني هو المانوال فوكس، ومن اسمه برضو المقصود بيه اني انا اللي بحدد المنطقة اللي بيبقى فيها الفوكس فين بالظبط في الكادر بتاع التصوير بتاعي. هنيجي نشوف هنا العدسة، وكل العدسات يعني تقريبا تعتبر فيها السويتش اللي احنا شايفينه ده كده. يعني ده الاوتوماتيك فوكس. كده العدسة او الكاميرا هي اللي بتعمل عملية الفوكس اوتوماتيك بدون تدخل مني، الا بس في حاجات بسيطة هنقولها دلوقتي. وفي كده المانوال فوكس، وده معناه ان انا اللي بظبط عملية الفوكس من خلال الويل او البكرة اللي موجودة هنا قدامنا. هرجع دلوقتي السويتش على الاوتوماتيك فوكس ونبدا نشرح المودز المختلفه بتاعه الاوتوماتيك فوكس. هنيجي نخش دلوقتي على السوفت او الاوبشنز بتاعه الكاميرا. هنا ده الاوبشن بتاع الاوتوماتيك فوكس. بلاقي فيه 3 اختيارات عندي تحت. حاجه اسمها الفيس تراكنج، يعني في زي علامه وش كده ومكتوب جنبها تراكنج. في حاجه اسمها السموث زون، وفي حاجه اسمها السنجل بوينت او لايف 1 بوينت اوتوماتيك فوكس. هنتكلم على اللي هي السنجل بوينت الاول. لو اخترناه زي ما احنا شايفين في مربع كده قدامنا، ده انا بمجرد مثلا ما اختار النقطه دي خلاص هو كده بيعمل فوكس عليها. عايزين يعني نخلي الاول كده الموضوع واضح شويه معانا. كده انا عملت يعني ايه دي السنجل بوينت اللي انا هعمل عليها فوكس، وبخلي الكاميرا هي اللي بتعمل فوكس بقى على النقطه دي، وببدا اصور. لو انا مثلا حركت الكادر بتاعي كده هنلاقي ان النقطة اللي انا اخترتها بتتحرك معايا. يعني هو مش بيعمل تراكنج للفانوس او الاوبجكت اللي انا قلت له سيلكشن في الاول خالص، لا، النقطة اللي انا اخترتها على الكادر التصوير نفسه هي بتبقى ثابتة. لو انا اتحركت بالكاميرا يعني زي ما احنا شايفين كده النقطة نفسها بتتحرك معايا، ملهاش علاقة بأول فريم خالص أو أول صورة خالص ايه اللي كان موجود مكان النقطة دي. فده بالنسبة للسنجل بوينت. هنرجع تاني على المود التاني وهو السموث زون، ومن اسمها يعني الزون يعني بتبقى طبعا أكبر من السنجل بوينت شوية. أنا بقول مثلا إن الكاميرا تعمل أوتوماتيك فوكس على الزون دي. بلاقيها بتختار كذا نقطة فوكس. الكاميرا دي فيها انها ممكن تختار لغاية 9 نقط فوكس في الزون. في كاميرات تانية طبعا بتبقى اكتر، العدد النقط الفوكس اكتر من كده بكتير جدا، عشان دي بس كاميرا قديمة شوية يعني برضه بقى لها كام سنة. فيعني عدد النقاط الفوكس فيها تعتبر قليلة شوية. في الكاميرات الحديثة فيها نقاط الفوكس ممكن توصل لحوالي 400 او 500 نقطة فوكس في كادر التصوير الواحد. المهم يعني هنرجع تاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وهو الزون. احنا شايفين دلوقتي انا بقول له ان هو يختار الزون دي، فهو بيشوف الزون دي ايه الاوبجكت اللي موجود في الزون دي ويبدأ يعمل عليها نقاط الفوكس زي ما احنا شايفين كده. وباخد الصورة بتاعتي زي ما احنا شايفين. يعني انا في الزون فوكس عملت يعني الزون بتاعتي هي المنطقة دي، فهو حتى بعد ما صور الصورة وعمل عليها حتى 3 نقط فوكس عشان يوضح لي ان هو بالفعل عمل فوكس على المنطقة دي. بقيت بقى الصورة يعني لو هي في نفس البعد من الكاميرا زي الاوبجكت ده، بمعنى يعني ان الفانوس هنا بعيد عن الكاميرا بحوالي مثلا 2 متر، فلو في كادر التصوير بتاعي اي اوبجكت هنا على بعد 2 متر هنلاقيه ان هو موجود في الفوكس. انما لو قبل كده او بعد كده ممكن هو يبقى اوت اوف فوكس. فده المقصود بالنقاط بتاعه الفوكس اللي هو مختارها هنا عندي. دلوقتي هنخش على مود ثالث اللي هو الفيس تراكنج. زي ما احنا شايفين انا مثلا قلت له ان هو يعمل تراكنج على الاوبجكت ده اللي هو الفانوس. فلو انا ابتديت احرك الكادر بتاعي زي ما احنا شايفين الفوكس زي ما هو ثابت على على الفانوس او على الاوبجكت اللي انا بصوره. مهما حركت الكادر يعني شايفين دلوقتي اهو فوق وتحت تمام، هو بيفضل ثابت على الاوبجكت اللي انا بصوره. طبعا دي بتبقى مفيده جدا جدا لو انا بصور مثلا يعني حفله فيها عيد ميلاد وعايز اصور الاطفال او اصور طفل معين او اصور شخص معين في الحفله دي. لو انا مثلا بصور في الوايلد لايف او الحياه البريه يعني بصور طيور بصور حيوانات، ده برضو بيفيدني كتير جدا. لو انا بصور حاجه متحركه قدامي زي عربيه او عجله او ايا كان اللي بيتحرك قدامي، دي بتبقى طبعا مفيده جدا. انا بالنسبه بقى للتصوير بتاعي لما نيجي نتكلم على المانيوال فوكس، نحاول دلوقتي نعمل سويتش على المانيوال فوكس وهنشوف دلوقتي الموضوع هيبقى عامل ازاي.